السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مستمعين له في على قناة صوت في قناة TV في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي حلقة من المغرب، مواكبة للمجريات كأس كأس الأمم المغرب 2025. التفاصيل. حلقة اليوم مخصصة لنتائج المباريات اليوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، والتي شهدت مواجهة قوية وحماسية ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات. في المجموعة الرابعة حقق المنتخب الكونغو الديمقراطية فوزا ثمينا على منتخب بنين بهدف دون رد في مباراة تتمتع بالتركيز الدفاعي والنجاعة الهجومية. وفي اللقاءات نفس المجموعة هكذا منتخب السنغال جاهزيته لمنافسة على اللقب بعد فوزه الواضح على منتخب بوتسوانا بثلاثية أهداف دون مقابل. أما في المجموعة الثالثة فقد انتزع منتخب نيجيريا فوزا صعبا أمام منتخب تنزانيا بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ظلت مفتوحة على جميع احتمالات إلى غاية نهاية المباراة. وفي المباراة الأخرى قدم المنتخب التونسي أداء قويا بغني من الفوز على منتخب أوغندا بثلاثية هدف مقابل هدف واحد. هكذا تتوسع منافسة كأس كأس الأمم بالمغرب، وذات أجواء كروية مميزة وجماهيرية كبيرة في انتظار باقي المباريات البطولة التي تعد بالمزيد من الإثارة والتشويق. كان معكم برنامج الكان من المغرب. نتمنى لكم أوقات ممتعة مع قناة صوت في قناة TV. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحياتنا جميعا، وإلى حلقة القادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.